نتواجد في منطقة أنزكي أعلى ارتفاع 1600 متر، وهي عبارة عن فج منحسر بين الأطلسين المتوسط والكبير يجري من خلاله وادي أسيف ملول. إنه العم خلا الذي يتهيأ لزواج ابنه. يا سيدي لغد انتي كسق اتنتي زغادي انتي حبي لغد يسني ختام غلاي والبان يموحى لغد يسن التاري غد يسني ختام غلاي والبان وغاد غلغيم الدينار تاني نغني حبين اللوز تربات اندسا زيدات اخوات دين جيل شيط ويخساخت شوي جري قانون ورتات الشيم 18 خسات شيط نكونين دا زيدات ننسى نيو زيدات ننسى جري قوايج ننسى مالا نكري محكمة ساسكا نقيم ندي غادي نفوت كامل دا غدي غيا ويلكا يبعد غير في نغوبليت السايل لا لا يحصل لعوة نكيت مان والبان وايد تختار ندا ساينا غنم الدين شاد المساكينة ديان تتاو جيل تعجبي تاهلي ختي والبان لا هذا هاتل استوى اتنوز لا تدير بيت تدير ودان ديال السود ماوني زي ايوا فرح حتى مغليو البان ويمشي دان تقال مدان تي مغليو ورسينا هذا ورسينا ما مرسينا خصورته هاي الناد غيلا والبان ويسيرت والبان ودا ورثوي غادي يدوي بطولي غنقيم لك تجمين كيت تمطوطنز وشي عاد ما غيتوثمين اللي انت دايت وانا غلو اللي انت دايت كان سكسو نيجا كايدا غير القاعده تيكا. في هذه المنطقة يعيش السكان ضمن اقتصاد يعتمد على الاكتفاء الذاتي. يشارك كل الأقارب في الاستعدادات لهذا الحدث الهام. العريس موحى هو الذي تولى صباغة المنزل. العروس السعدية تتهيأ للاستحمام في المكان المعد لهذا الغرض تحت الأعين الحريصة لأمها فاطمة. ايوا فرح خصو يختار باكين ويلي عز يعاود بونساي درم ياسر بونساي تيين سعجباس يتلاستي الناس ودار دول بعد بينين يدودوا باميانين يجي ربي الخير نخصها بينين يشير هذا سيعجب تعجباس سياسة وجه نتاي التلفون عندي تواريف غير غادي تاكل كان غواري يخصب الغي يسوي الجمد ما دا يدوها في ولا جكار لا. العائلتان اتفقتا باكراً للذهاب إلى السوق الذي يعد نشاطاً أسبوعياً رئيسياً للتبضع وربط العلاقات. هاي كولبي غداً ستتولى عائلة العريس القيام بأحد تقاليد العرس أعدان، أي تقديم الهدايا لتأكيد العرس. الناس يشتغل. السلام عليكم. وعليكم السلام. أنا غادي موت. لاباس. بخير. السلام عليكم. الحمد لله. السلام عليكم. الفوس إن شاء الله. يعقل تعمر ربي يسلمك.
العروس السعدية تعانق أخيها وهي تستقبل الهدايا وتتبعها الدعوات بالخيرات. حصل صدقا ولا تقبل مولانا انت يا ربي تشي نغوص خويا سيدي ربي الجواز تخذا وانت سخر ربي اتنش مع ربي جمع وماندو هذا غير السنه يرضو ربي هذا غير فن غير يرضو ربي هذه والي ربي ثين باطنين السعد هذين غير يكسر ربي خناس هذين غير يكسر ربي الوسواس هذا غير سامح ربي هذا غير فن غير يرضو ربي سبحان ربك رب العزه عما يصفون والسلام على المرسلين. في الغد تلقي السعدية آخر النظرات من حولها، بعدها تبقى حبيسة غرفة في منزلها إلى حين مغادرتها إلى بيت الزوجية. في هذا اليوم تودع فيه العروس حياتها كفتاة عازبة، ويشارك المدعوون في الاحتفال معها. وفي الغد في منزل العريس يقام تقليد آخر يسمى أسمينر. السلام عليكم. يطحن فيه القمح مع السكر والتمر تيمناً بالوفرة والخير. ثم جاء دور حفل الحناء، واسمه هذا مشتق من الحنان. كل التقاليد تحمل دلالات قوية. الأيادي والأقدام تغطى بالحناء 3 مرات، والرقم 3 يتكرر في كل طقوس العرس. تلتف خيوط الصوف والحناء على أصابع العريس بينما يمسك أخوه بيده. مرافقو الموكب الذي سيحمل العروس يسمى 2، يتجهون نحو بيتها محملين بالهدايا المشتراة من السوق، وستحمل العروس على ظهر بغلة مجهزة لهذه المناسبة. ويستقبل أهل العروس الموكب بفرح وسرور.
مرحبا والنادي وجاه نادي زايد ان شاء الله وتراونا ديال ربياوي وتراونا السنين هنا يتم إعداد حفل الحناء. العروس ترتدي ملابسها وراء الستار، فالعادات تفرض ألا تغادر هذه الغرفة إلا إلى بيت الزوجية. أكثر اللحظات تأثيراً هي عندما يضع الأخ الأكبر منديلاً على وجه العروس، معلناً بذلك انتهاء حياة عزوبيتها. وجاء دور أخيها الآخر ليمسك بيدها وهي تضع الحناء التي يعتقد أنها نبتة الجنة. ومن بينهم مرافقو العروس الذين قضوا الليلة في عين المكان، تتهيأ السعدية لمغادرة بيت أهلها. يلزم العروس أن تمشي على سلهام أخيها الأكبر وأن تقوم ب3 دورات حول نفسها وهي تقبل رأس أخيها في كل مرة. بسم الله. عمتها هي التي تتقدم الموكب وتوجهه بخطى ثابتة. قافلة العروس ستعبر عدة كيلومترات للوصول إلى قرية العريس، وأثناء الطريق يلتحق ضيوف آخرون بالموكب. يرحب أبو العريس بالعروس ويضع منديلاً على رأسها كدلالة على بداية رعايته لها. أبو العريس وأمه يقودان العروس ويحومان بها 3 مرات حول الخيمة.
أمام الخيمة تقام عدة عادات ذات دلالات قوية تتكرر 3 مرات. يودع طفل صغير خلف العروس للتفاؤل بالخصوبة. الحماة تناولها الحليب كرمز لصفاء العلاقة بينهما. ومن بين التقاليد والعادات أيضاً العروس تقبل حملاً لاستجلاب الخيرات، ثم ترش الحاضرين بالحليب. في جو ترفيهي يحاول المدعوون انتزاع شيء يخص أحد مرافقي العروس، في حين يساعده آخرون على الفرار. العريس يتابع من أعلى سطح المنزل رقصة أحيدوس، رقصة أمازيغية أصيلة، ويجب أن يحرص على ألا يراه أحد إلا في الوقت المناسب. يلتحق العريس بعروسه من أجل مراسيم حفل مشترك. وراء الستار تزيل النساء جزءاً من حلة رأس العروس وتسمى بالسبنية لوضعها على رأس حماتها. الحماة إتو تدخل رقصة أحيدوس رفقة ابنها العريس. تقوم العروس بشكل رمزي بجمع حطب يسلمه إليها شباب يتلقون مكافأتهم من أم العريس. ودخول العروس إلى بيت زوجها تتبعه طقوس أخرى. يشارك العروسان أيضاً رقصة أحيدوس رفقة المدعوين.
بعد الدخول بالعروس تحتفل الأم بفخر رفقة الحضور بعذرية ابنتها التي حافظت عليها. في الصباح تستفيق العروس وتتقدم لتحيي الجميع. صافي بنادم غادي يخدم خفته، غادي يسير الماء تا الدار تنس يسير الراون يسير، المهم تو درس نصديق نتاع خاص نبقى مشيت مزيان. وكما تجري العادة هنا، يهدي أهل العروسان المال أمام المدعوين. تقدم للحضور حلويات وتمر وشاي أملاً في إضفاء شيء من الحلاوة على حياة العريسان. يتناوب العريسان على إطعام بعضهما من حساء بركوكش. يسكب السمن المذاب على أصابع العريسان بهدف جلب المزيد من الخيرات. داورتي الساعة اللي ترى يدوني إن رشدة تاوي ناس تاوي تا إن تبانسي ما دايتما يفضغي سجد يفضغي تجالس. الرجال هم من يحضرون الشواء وهم آخر من يتناولها. حان وقت الوداع، الكل سيغادر السعدية التي ستسكن بيتاً جديداً بعيداً عن أهلها. الفراق مؤلم بالنسبة لها. لحظات تتخللها آخر الدعوات باليمن. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.